عسلامتكم. في دورتنا اليوم باش نهزكم المعلم أو بالأحرى دار أو فيلا قايلة للسقوط، لكن مزيانة وحتى وهي خاربة. هي فيلا إيفون. هي فيلا موجودة في قلب العاصمة في ناج لوكسمبورغ، وهو ناج يربط بين جون جوريس وشارع باريس. الدار هذه حسب اللوحة المحطوطة فوق الباب تبنيت في أوائل القرن العشرين، وبالتحديد عام 1909. وحسب الروايات هي دار ممكن كانت على ملك عائلة إيطالية تخدم في مجال الموضة، ولا هي كانت على ملك قنصل إيطالي لحد فترة الاستقلال أو بعدها. بعد تباعت الفيلا هذه للسفير السابق جيلاني صفر، وعام 1995 تباعت لعائلة كوسكسي. تفرجوا كيفاش من داخل الدار خاربة على الآخر، خسارة. قلت لكم تباعت عام 1995 لعائلة كوسكسي، وهي من وقتها بدأت تخرب الدار ولا خاربة. العائلة هذه خذوا تصريح لهدم الفيلا وباش تتبني من أول جديد، وبعد تباعت الدار هذه لعائلة أخرى تونسية اللي هي مازالت على ملكها توا. أما ما ينجموش يرموها خاطر الترميم هو أغلى وأصعب من أنك تهدم الفيلا وتعاود تبنيها، وفي نفس الوقت ما ينجموش يهدموها خاطر منذ 2021 الواجهة متاع الدار ولات مصنفة ضمن التراث الوطني. نأكد اللي هي الواجهة بركة، يعني لا فساد بركة مصنفة مش الداخلاني متاع الدار. شوفوا الدار مكبرها، يعني هي تعمل الكوان بين الزنقة هذه وبين نهج لوكسمبورغ. الدار ياسر مزيانة، اغزروا لك الفساد متاعها والزينة، بالرغم هي طايحة وخاربة على الاخر اما تظهر مزيانة. هاو كان ناج اللي يهزنا جون جوريس بعد ما نقصوا رود مارسي بيان سور ناج مارسيليا. النهج هذا هو مقابل فيلا إيفون، هو نهج كومبون، ونلاحظوا على يسارنا هذايا ليسي رود مارسي القفا متاع ليسي ناج مارسيليا. والنهج هذا يخرجنا على نهج الرصافة، على يمين النهج هذا يخرجنا على شارع باريس، وين نلقاو نوزل ماجستيك اوتيل ماجستيك هاو كم قابلنا. وهذه جنينة قابس اللي فيها اسيورانس ستار، وهنا اللي في الكوان هذايا ليسي رود مارسي. هذايا قلت لكم جنينة قابس كان فما منيج صاير، وهي توا فيها مقر سياج متاع اسيورانس ستار من اول ليزاسيورانس التأمينات اللي في تونس. لهنا دورتنا توفى، ان شاء الله نتلقاو في دورة اخرى. بسلامة.